أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في هذا اللقاء التواصلي من خلاله نقف عند آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. نتواصل معكم بشكل يومي من خلال هذه النافذة المتواضعة. كنشكركم بزاف على التعاليق اللي كتوصلني والتحفيز كذلك. مجددا كنتمنى منكم دائما دعمنا بزر الإعجاب، هذا الأمر يشجعنا ويحفزنا ويسعدني بطريقة أكثر من رائعة. كذلك بالنسبة للناس الجداد كنتمنى منكم دائما الاشتراك في هذه النافذة وتفعيل زر الجرس. من هنا ننتقل إلى آخر الأخبار والمستجدات الرياضية لفريق الرجاء الرياضي بتاريخ اليوم. لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير. بين 20 و100 درهم انطلاق عملية بيع تذاكر في قمة مباراة فريق الرجاء الرياضي وبركان. وفي تفاصيل هذا الخبر متابعينا الكرام، أعلن فريق نهضة بركان عن انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة القمة التي سوف تجمعه بفريق الرجاء الرياضي برسم مؤجل جولة 12 من منافسات الدوري الاحترافي. وحددت إدارة فريق البرتقالي أثمنة تذاكر المباراة في 20 درهما للمدرج الشمالي والجنوبي، وكذلك 40 درهما للمدرج الجانبي و100 درهم للمنصة الرئيسية. وانطلقت صباح يوم الجمعة عملية بيع التذاكر عبر فترتين من 9 صباحا إلى الساعة 12:30، وتستمر عملية البيع حتى يوم السبت، وسوف تنتهي بإذن الله في 5 مساء بشبابيك الملعب البلدي ببركان. وتستمر عملية البيع بملعب البلدي ببركان إلى غاية يوم السبت على الساعة 5 مساء. 10 ملايين تنهي الارتباط بين البدوي وفريق الرجاء الرياضي. وفي تفاصيل هذا الخبر متابعينا الكرام، أعلن فريق الرجاء الرياضي عبر فك ارتباطه رسميا بالمدافع عبد الصمد البدوي، وذلك بعدما توجه اللاعب للجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية لعدم توصله بمستحقاته المالية. وكاد الرجاء الرياضي عبر بلاغ رسمي من خلال صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فسخ عقد البدوي بالتراضي، وذلك بعد حصوله على مبلغ 10 ملايين سنتيم. وأكد البلاغ أنه تم أمس فسخ عقد اللاعب السابق لنادي فريق الرجاء الرياضي عبد الصمد البدوي بالتراضي مقابل 10 ملايين سنتيم. وللإشارة متابعينا الكرام، مستحقات المالية للاعب البدوي تقدر ب 35 مليون سنتيم، كما قام كذلك بسحب شكايته ضد فريق الرجاء الرياضي والتي وضعها بالعصبة الاحترافية من أجل فسخ عقده من جانب واحد. سلطات بركان تتجه لمنع تنقل جماهير فريق الرجاء الرياضي. وفي تفاصيل هذا الخبر متابعينا الكرام، تتجه السلطات الأمنية لمدينة بركان لمنع التنقل الجماعي لجماهير فريق الرجاء الرياضي، وذلك خلال المباراة التي سوف تجمع نهضة بركان بالنسور برسم مؤجل جولة 12 من منافسات الدوري الاحترافي. وتؤكد لنا بعض المصادر أن الجهات الأمنية المسؤولة حسمت قرارها بمنع تنقل الجماهير للرجاء الرياضي إلى الملعب البلدي لمساندة فريق الرجاء خلال مواجهته أمام النادي البرتقالي. وقد تم تأجيل هذه المباراة أكيد لفسح المجال أمام نهضة بركان للتنقل إلى الكونغو لمواجهة ديابل نوار برسم دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية. ويحل فريق الرجاء الرياضي ضيفا على نهضة بركان في مباراة القمة عن جولة 12 من منافسات الدوري الاحترافي. يشار أن مباراة فريق الرجاء الرياضي وضيفه النهضة البركانية سوف تجرى يوم الأحد المقبل بإذن الله بداية من الساعة 6 مساء على أرضية الملعب البلدي ببركان. حسمت اللجنة المركزية للتحكيم التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في هوية الطاقم التحكيمي الذي سوف يقود مباراة الرجاء الرياضي ومضيفه نهضة بركان من منافسات الدوري الاحترافي. وقررت اللجنة المذكورة إسناد المهمة لقيادة هذه المباراة للحكم حمزة الفارق. وقررت اللجنة المركزية للتحكيم تعيين حكمة دولية بشرى
كربوبي كحكمة رئيسية لغرفة الفار. ويستضيف نهضة بركان فريق الرجاء الرياضي يوم الأحد المقبل كما أشرنا لذلك سابقا في نشرتنا اليوم. يشار أن فريق الرجاء الرياضي يحتل المركز الثاني في الترتيب على بعد 3 نقاط من الجيش الملكي المتصدر، فيما يحتل نهضة بركان المركز الثالث بفارق 2 نقطة عن الرجاء و5 نقاط عن فريق الجيش الملكي. كنتمنى نكون عند حسن ظنكم في جميع الفيديوهات، كذلك كنشكركم على المتابعة والوفاء من خلال جميع الأخبار اللي كنقدموها عبر طريقتنا الخاصة. نتفاعل مع جميع المواضيع المقترحة عبر التعليقات. مجددا كنتمنى الاستمرار من خلال الضغط على زر الإعجاب، هذا الأمر يشجعنا ويحفزنا، وكذلك تفعيل زر الجرس والاشتراك في هذه النافذة المتواضعة. نتلاقاو غدا حول أخبار ومواضيع الرجاء الرياضي العالمي، ومن هذا الباب كنتمنى تعطينا الرأي ديالك حول مجموعة من الأخبار اللي شفتيها معنا عبر هذه القناة. دمتم في رعاية الله.